ودلوقتي بقى يا حبايبي بصوا، ده كان بقاله 4 ساعات في التلاجة. بصوا شكل الكيسة بتاعتي، بصوا تحفة. بس انا بس عايزة اوريكم الطبقات كده بتاعت المهلبية. بصوا تحفة، حلوة جدا، ريحته قلب الدنيا. بصوا طعمه. نقطع كده، بصوا الطبقات. ايه رأيكم؟ بس انا هطلع لكم طبقة كده بقى بالمهلبية. بصوا حلو جدا، طعمه حلو قوي قوي، وريحته في منتهى الجمال. يلا بقى نروح مع بعض كده نشوف الفيديو ده احنا عملناه ازاي، وعملنا الجيلي بتاعنا الجميل ده بايه، وايه المكونات اللي حطيناها، وايه المقادير اللي حطيناها. ويلا بينا نروح نتفرج على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا وسهلا بكم حبايبي هنا في قناه مطبخ سلوى. يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل ايه بقى مع بعض؟ هنعمل وصفه حلوه جدا جدا للولاد، حاجه كده ايه، مسليه كده ليهم، وحاجه كده حلوه جدا هم قاعدين يتسلوا وياكلوها، وفي نفس الوقت حاجه اقتصاديه وعلى قد ايدينا. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا كده نصلي على النبي ونقول عليه افضل الصلاه والسلام. احنا هنعمل ايه مع بعض؟ بصوا احنا معانا المقادير اهي، دي المقادير اللي انا هستخدمها، شويه فاكهه كده من اي حاجه عندك. احنا هنعمل ايه؟ احنا هنعمل مهلبيه بالفواكه وبالجيلي. تمام، مهلبيه بالفواكه وبالجيلي حلوه جدا جدا وعلى قد ايدينا واقتصاديه. احنا معايا هنا ايه المقادير، بس هقول لكم كده المقادير. انا معايا هنا باكو من الجيلي اللي هو الجاهز اللي احنا بنجيبه من عند العطار او من عند مستلزمات الحلواني او السوبر ماركت. حط عليه كوبايه ميه مغليه اهو. نزلت بالجيلي بتاعنا في قلب الميه لحد ما الجيلي بتاعي يدوب. انا عايزه الجيلي يدوب تماما، مش عايزه فيه اي تكتلات خالص. نفضل نقلب كده فيه لحد ما ندوبه تماما. ومعايا بقى ايه، معايا مقادير المهلبيه بتاعتي. انا معايا نص كيلو من اللبن، ومعايا 4 معالق من السكر كبار، و3 معالق كبار من النشا، ومعايا كيس فانيليا. هقلب بقى ايه زي ما قلت لكم كده. الوصفه دي حلوه جدا جدا واقتصاديه وعلى قد ايدينا، وكلها حاجات في البيت. اللي هتشتري بس ممكن اللبن لو مش متواجد عندك، والجيلي. انا دوبت الجيلي تماما اهو داب. بصوا مبقاش فيه اي تكتلات خالص اهي. هتدوب كلها دلوقتي. هنزل بقى عليه بكوبايه كده من الميه اهي الدافيه او الساقعه، كوبايه ميه ساقعه. وهقلب بقى كده وهسيبه بقى لحد ما يبرد تماما. وهنروح بقى دلوقتي نشتغل مع بعض على البوتاجاز. هنعمل المهلبيه بتاعتنا. بصوا هنزل هنا اهو معايا ب3 معالق كبار من النشا، وهنزل عليهم ب4 معالق كبار من السكر على النص كيلو. السكر ده حسب الرغبه بتاعتكم. وهنزل معايا بنص كيلو من اللبن الساقع. طبعا عشان تعملي نشا، علشان تعملي اسفل المهلبيه بتاعتنا لازم نحط النشا على اللبن بارد. تمام. هنولع بقى البوتاجاز وهنقلب. نفضل بقى نقلب في السكر بتاعنا والنشا لحد ما السكر يدوب تماما والنشا بتاعتي تتقلب حلو جدا. لازم النشا بتاعتك او المهلبيه بتاعتك عشان تعمليها تبقى النشا واللبن يتحطوا على البارد. مينفعش تحطي اللبن سخن وتنزلي عليه بالنشا، هتكتل منك وهتبوظ منك ومش هتبقى حلوه، وهتبقى كلها مكلكعه كده ومش حلوه. انما احنا بنحط كده على البارد، كله على البارد. وهنفضل بقى نقلب كده في اللبن بتاعنا لحد ما ايه، ما يتقل معانا. عايزه تحطي لها جوز هند في المرحله دي كده، حطي لها جوز هند بيطعمها بيخليها حلوه جدا. بصوا هنقلب كده تماما، تقليب كده مستمر لحد ما النشا بتاعتي تتقل كده معايا وتبقى مهلبيه. هدوبها بقى انا وهقلبها لحد ما تدوب معايا وهرجع لكم بقى تاني. بصوا بقى يا حبايبي معايا خلاص المهلبيه بتاعتي جاهزه اهي. بصوا طالما عملت فقاقيع كده تعرفوا انه الايه، ان المهلبيه بتاعتكم خلاص جهزت، والنشا معاكم خلاص ما بقاش ليها اي طعم ولا ليها اي ملمس كده. بصوا بقت عامله ازاي، كريمي خالص اهي. هنزل بقى، شايفين الفقاقيع دي خلاص كده هي بقت معايا، النشا خلاص استوت
جوه اللبن وبقت مهلبيه. هنزل بقى بكيس الفانيليا بتاعي كده، الفانيليا دي بتحطوها في الاخر، نديها تقليبه. وهنروح بقى دلوقتي نغرفها في الكاسات بتاعتنا. بصوا معلش قبل ما هنغرفها بقى هنحط اخر حاجه كده نديها لون حلو كده. معايا دي الوان طعام اللي هي الجل، بصوا حلوه جدا الالوان دي. هنغير كده ونبقى عاملين حاجه كده متغيره، يعني تبقى حاجه كده جديده للولاد. هنقلب كده، بصوا لون المهلبيه بتاعي. الوان الجل دي بتجيبها من عند اي عطار، الازازه مش غاليه، ب15 جنيه، حلوه جدا، تقعد معاكي كتير قوي. بصوا بقى لون المهلبيه بتاعنا، لون اللون اللي هو البينك الحلو ده، بصوا شايفين؟ بصوا حلوه جدا. هروح بقى اغرفها في الكاسات بتاعتي وهنشوف بعد كده هنحط لها ودلوقتي بقى يا حبايبي بصوا انا صبيت المهلبيه بتاعتي في الكاسات بتاعتي اهي. النص كيلو لبن عمل لي 5 كاسات حلوين على قدنا كده، حاجه كده خفيفه ولذيذه وعلى قد ايدينا، وفي نفس الوقت بنخلي العيال ياكلوا حاجه كده حلوه وهم قاعدين يتسلوا، وتبقى حاجه حلوه ان شاء الله على قد ايدينا ومكلفه ومش مكلفه. هنروح بقى دلوقتي هقطع شويه فاكهه كده وشويه حاجات عشان نحطها، بس مش هحط اي حاجه بقى دلوقتي عليه غير لما تبرد خالص، لان هي بصوا اهي لسه بتطلع دخان، تبرد تماما وهبتدي بقى اشتغل فيها واشوف هنحط عليها بصوا بقى يا حبايبي معايا المهلبيه بتاعتي بردت تماما اهي. هحط بقى انا قطعت هنا شويه موز كده على فراوله، وحطيت عليهم معلقه واحده بس من السكر، علشان حسيت ان الفراوله بتاعتي مش مسكره شويه، فقلت عشان تبقى طعمها حلو لما يجوا الولاد ياكلوها. وهنا المهلبيه بتاعتي سكرها مظبوط جدا. هنعمل بقى، هنحط كده معلقتين كده في كل كاسه. الوصفه دي حلوه جدا والولاد هيحبوها قوي، وهتبقى بالنسبه لهم حاجه كده حاجه حلوه هم بيحبوها، بدل بقى ما تروحي تجيبي لهم حاجه من الشارع، البسكوتات ولا الحاجات اللي في الشارع اللي هي مواد حافظه دي، لا احنا بنعمل لهم حاجه في البيت اهي حلوه جدا وعلى قد ايدينا كده وعلى قد الموجود عندنا. بس انا ما بحبش اعمل لاولادي اي حاجه وبجيب لهم اي حاجه من الشارع، انا بحب اعمل لهم حاجات في البيت. طبعا حاجات البيت بتبقى موفره واقتصاديه اكتر، وفي نفس الوقت مغذيه ليهم. يعني انت عارفه انت حاطه هنا، حاطه لبن، حاطه فاكهه مفيده. طبعا النشا حلوه، هي نشويات بس يعني احنا مش مكترين قوي. هي الكاسه دي هياخدوها كده هتبقى حلوه جدا. بصوا على قد ما تقدري كده حطي طبقه فاكهه تكون كتير عشان تبقى مغذيه ليهم ومفيده بس حسيت بس ان الكاس ده فيه حبه قليلين، قلت ازود هو ده. حاجه كده حلوه وجميله جدا جدا، جربوها هتعجبكم قوي. هنروح بقى دلوقتي نحط بعد كده الجيلي بتاعنا عليها. بصوا انا جبت الجيلي بتاعي اهو، هحط كده مغرفه واحده كده من كل من كل على كل كاسه. معلش انا مش مركزه، مصدعه ومش مركزه معاكم، معلش وانا بعمل الفيديو. بصوا حلوه جدا، حلوه قوي قوي، بعملها على طول. الطريقه دي بتبقى حلوه قوي، بالذات بقى في الاعياد بتبقى جميله. في الاعياد حاجه كده من ضمن التسالي اللي بنعملها للولاد وهم قاعدين في العيد، بتبقى حاجه حلوه وبيفرحوا بيها. بصوا بقى انا بقى معايا هنا بقى معايا حبه جيلي اهو، وبقى معايا حبه فاكهه. هروح دلوقتي هوريكم هنعمل فيهم وبصوا الكاسات بتاعتنا حلوه جدا. انا عايزه الفاكهه بتاعتي تبقى غرقانه كده تحت، يبقى الجيلي كده فوقيها علشان خاطر الموز بتاعنا ما يسودش مننا، يعني على قد ما تقدري تغطسي الموز كده جواها. حاجه كده حلوه قوي وتحفه تحفه تحفه، جربوها بنفس الطريقه دي هتعجبكم جدا. بس على قد ما تقدروا بس تغطسوا كده الموز في قلب الجيلي، عشان طبعا الموز كله حديد، فلما بيتعرض للهواء بيأكسد وبيعمل طبقه كده سودا، بيسود عشان طبعا كله حديد، فاي حاجه بتتعرض للهواء فيها حديد بتسود. بصوا
نغطيه كده زي ما انتوا شايفين. بصوا نغطسه اهو. هسيبها بقى في التلاجة، هحطها على الرف لمدة 3 ساعات او 4 ساعات لحد الجيلي بتاعي ما يمسك. ولما يعني الجيلي بتاعي يمسك هطلعها بقى اوريها لكم معاكم ان شاء الله قبل ما قبل الولاد ما ياكلوها. بصوا بقى يا حبايبي، معايا الفاكهه اللي اتبقت معايا حطيتها في اطباق صغنونه كده، ومعايا الجيلي بتاعنا اهو اللي اتبقى برده معايا. بصوا حبه قد ايه. اتمنى بس ان هما يا رب يجوا كده على قد الاطباق دي اهو. اهو كده حبه هنزل بيهم كده اهو. الجيلي بالفاكهه حلو جدا، انا بعمله على طول كده برده للولاد، بيبقى جميل قوي، بيعجبهم جدا وبيحبوه قوي قوي. بس الحمد لله الحمد طلعوا على قد ال4 اطباق. بصوا اهو. بس اخر حبه دول اهو. وهغطس برضو الموز بتاعي جوه جوه الجيلي كده. الجيلي بالفاكهه حلو جدا، اعملوا للولاد هيعجبهم قوي. والولاد اصلا بتحب بقى الحاجات اللي هي فيها جيلي بقى ولغوصه كده، والحاجات اللي هي الملزلزه الجميله دي. بصوا اهو. ننزل بس كده الموز. هما الحمد لله قضوا بالظبط، يعني ده كيس الجيلي بصوا عمل لي كميه قد ايه، ونص كيلو لبن. والفاكهه ديت يعني 3 صوابع موز بالظبط، مقطعهم مكعبات صغيره زي ما انتوا شايفين. وعليهم بتاع حوالي بتاع حوالي ربع كيلو كده من الفراولة. بصوا ايه رايكم بقى؟ بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي، كميه تحفه وحلوه جدا جدا، مهلبيه بالجيلي والفواكه، ودوت جيلي بالفواكه. قولوا لي بقى ايه رايكم في الوصفه بتاعت النهارده دي. اتمنى ان هي تكون عجبتكم، وصفه خفيفه كده ولذيذه، ما وقفناش كتير وما عملناش مجهود كبير في المطبخ، حاجه كده على قد ايدينا عملناها للولاد بقى باقل الامكانيات وبابسط التكاليف. اعمليها لولادك وخليهم كده يتبسطوا وهم قاعدين، اكلهم حاجه مفيده وحاجه حلوه في البيت على قد ايدك. اتمنى الفيديو يكون حلو كده ويكون خفيف على قلبكم، ويكون دافئ وخفيف على قلبكم. واتمنى تحطوا بقى لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. واسيبكم في رعايه الله واقول لكم مع السلامه، وما تنسونيش بدعوه حلوه من قلبكم. مع السلامه.